لو قلنا في سمسارة في البلد ديت في الرياضة هيبقى أمير مرتضى، ولو قلنا في واحد بياخد فردة وإتاوة عشان اللعيبة تيجي وتلعب يبقى شيكابالا. امبارح طبعا أنا مش بتبلى عليهم، امبارح في نقطتين حصلوا بس الهق والمق بتاع الأهلاوية والتحفيل اللي هو طبعا اللي ازاي مرتضى ياخد القفا التاني من كابتن محمود الخطيب، وازاي بعد مروان عطية نجيبوا أحمد القندوسي من وفاق ستيف. فما حدش اخد باله، بس اكيد لو ركزنا كنا اخدنا بالنا امبارح. ولكن تعال اقول لك، رئيس نادي وفاق ستيف الجزائري امبارح اتزعلوا ريكورد على قناة الزمالك، بيقول انا طلبت منهم من الزملكاوية ان محدش يخش معايا من السمسرة وتبقى بعيد. طبعا دي ادانة ان حد من الزمالك كلمه. تعالى بقى اقلب القناه من قناه الزمالك، روح على ابراهيم فايق، هتلاقي المدير العام لوفاق ستيف الجزائري بيقول لابراهيم فايق المدير العام بتاع الزمالك كلمني على سمساره 15%، وده اللي خلاني رفضت اساسا ان انا اقعد معاه واتفق معاه على المبلغ المطلوب او على الصفقه اساسا تتم لنادي عايز سمسره. امبارح في نفس الوقت خالد الغندور لو نقلت على القناه تاني بيقول لك اللاعب احمد القندوسي كلم شيكابالا. واشمعنى شيكابالا يا عم؟ ريعو اللي فضح شيكابالا وقال لك عايز 50,000 جنيه. امبارح لاعب وفاق ستيف الجزائري قبل ما يمضي للاهلي بيقول لك اللي هو كلم شيكابالا. طب انت بتكلمه ليه يا عم شيكابالا؟ عايز هنا بالدولار؟ اخرك 1000 دولار. فطبعا جمهورهم مش هيعمل من بنها، هيعمل عبيط. فطبعا دي حاجه انا حبيت اوضحها، حبيت اوضح لكم جزء من الفساد. ولكن طبعا الاهانه والسب اللي عمله مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك امبارح لوفاق ستيف والمسؤولين فيه، اترفع بيه شكوى للاتحاد الدولي طبعا مع الحكم اللي مع رئيس الحكام الاجنبي اللي مشي، ورفع برضه عليه شكوى. وخلي كده مرتضى في البلد طايح يا بلد، وقاعد بيعمل لنا فتن وفرحان بابنه. طبعا جمهور الزمالك زعلان على الصفقه اللي راحت، انما مرتضى زعلان على السمسره اللي راحت من ابنه. وخليكوا كده قاعدين، الراجل بيعمل فتن حرفيا وبيطلع اللي فيها بيجيبه فيك، وعايز يوصل للناس ان كابتن محمود الخطيب بيولع البلد، وهو اساسا يعني ولعه وشعله في قناه الزمالك يوميا بيعمل فتن وبيسب الناس وبيجيب في اعراض الناس ومحدش عايز يحاسبه. مرتضى يعني المفروض يتحاسب. امير مرتضى بياخد سمسره وده ممنوع في كره القدم. المعلم شيكابالا عشان تلعب في نادي الزمالك لازم تديله قرشين في ايده يجيب بيهم كفنه، الله يرحمه. وكل سنه وانتم طيبين، ولازم ناخدوا بالنا من النقطه دي. ومتشكرين، واقابلكم باذن الله بعد مباراه فيوتشر والزمالك خسران او متعادل او كسبان، كلها مكاسب للنادي الاهلي والله العظيم.